أنا ماركوس رول، ولدت في ألمانيا عام 1972. كنت أعلم جيدا أن حصولي على لقب مستر أولمبيا هو أمر مستحيل بالنسبة لي، ولكني حصلت على الكثير من الميداليات والكؤوس، وقدمت الكثير من العروض الاحترافية. أنا أكون في كامل سعادتي عندما أكون على المسرح، وعندما أسير في الأماكن العامة وينظر لي الناس بتعجب. أنا أسعى دائما لإضافة المزيد من الحجم. عندما يذهب الكثير من الناس إلى الجيم فهم يذهبون للجيم من أجل الحفاظ على صحتهم، من أجل القدرة على القيام بالأنشطة اليومية. أما أنا أذهب إلى الجيم من أجل التمرين بكل قوة وإضافة المزيد من الحجم. أنا أحب أن أكون كبير في كل الأحوال، سواء على المسرح أو خارج المسرح. لا أستطيع أن أصدق أن هذا المستوى يعود لعام 1992 بعد عامين من تدريبي. عندما بدأت كمال الأجسام كنت تقريبا بسن 18 عام. كنت شاب صغير جدا. لقد مارست كرة القدم لمدة 10 سنوات. تعرضت وقتها إلى إصابة في الركبة. نصحني وقتها الطبيب أن أذهب إلى الجيم من أجل إعادة التأهيل وبناء العضلات. لم تكن كمال الأجسام في بالي، فدخول الجيم كان من أجل علاج الإصابة. لم أكن أعرف أنني سوف أكون في يوم من الأيام من أفضل لاعبي كمال الأجسام في العالم. بعد 5 سنوات من التمرين كنت كبير جدا، كنت أكبر من جميع اللاعبين أصدقائي. قال لي أحد الأشخاص: أنت كبير جدا وعليك أن تستمر. وهذا ما جعلني أفكر في الصعود على المسرح بعد 5 سنوات من التمرين. كنت أعرف أنني عندما أكون محترف فيجب علي بناء الكثير من العضلات حتى أستطيع المنافسة بين المحترفين. أنا أمرن العضلة مرة واحدة في الأسبوع، أرفع المزيد من الأوزان الثقيلة في كل مجموعة، وأضغط على العضلة بكل قوة، لذلك لا داعي لتمرينها مرة أخرى. عندما أقوم بتمرين الصدر أبدأ بتمرين الصدر العالي بالبار ماسكة واسعة. أنا أتدرب بكل شدة وقوة، لذلك أحتاج إلى شريك في التمرين من أجل تحفيزي والمساعدة في رفع الأوزان. في كل مجموعة أضيف المزيد من الوزن وأضغط بكل قوة على عضلات الصدر. بعد الانتهاء من كل مجموعة أتنفس بكل قوة، بالأخص بعد أثقل مجموعة أنتهي منها. أنا دائما أحاول تحقيق 110% في كل مجموعة أقوم بها. بعد الانتهاء من تمرين البار العالي سأقوم بالتمرين الثاني، وهو تمرين الدفع على الآلة. يقول الكثير أنك لا تحتاج إلى التمرين على الأجهزة، ولكن أنا أفضل تدريب صدري على بعض الآلات من أجل التركيز بكل شدة على الصدر والحصول على مضخة جيدة. سوف أبدأ هذا التمرين بمجموعة واحدة بالوزن المناسب. سوف تكون هذه المجموعة غير أساسية. المجموعة الثانية سوف أقوم بتدمير عضلات صدري بالكامل. شريكي في التمرين يجعلني أكثر عدوانية ويحفزني، وهذا ما أريده. آخر تمرين لي في تمرين عضلات صدري هو تمرين التقاطع بالكيبل. سوف أقوم بعمل مجموعة واحدة. عندما أقوم بعمل هذا التمرين لا أركز على استخدام الأوزان، ولكن أركز بشدة على عضلات صدري. طوال فترة تدريبي لم يكن لدي مدرب أو أخصائي تغذية. أنا كنت أمرن نفسي. اشتريت مجلات كمال الأجسام وقرأت في الكثير من كتب التغذية. لقد قمت ببناء أسلوبي الخاص. كنت فقط أستشير بعض أصدقائي عن كيفية الاستعداد للعرض، وهل هناك بعض الأشياء التي يجب علي أن أغيرها؟ اليوم سوف أقوم بتمرين الذراع. أنا متأكد أنني من أفضل لاعبين كمال الأجسام اللي يمتلكوا العضلة باي. كنت أواجه مشكلة كبيرة عندما أتمرن على آلة الباي، فكما تعرفون أن حجمي كبير جدا، وبالأخص عضلة الكتف. سوف أقوم بعمل 6 مجموعات في هذا التمرين، في كل مجموعة من 15 إلى 5 تكرارات. من المهم جدا على لاعب كمال الأجسام أن يكون لديه عضلات ذراع مميزة. هناك الكثير من الوضعيات على المسرح يجب عليك إظهار عضلات ذراعك، خصوصا عضلة التراي، وهذا كان أسوأ جزء في جسدي. أنا لست متأكد من حجم ذراعي، ولكن بعد ضخ الذراع بالكامل أعتقد أن حجم ذراعي ما يقارب من 60 سنتي. هذا التمرين من أفضل تمارين العزل لعضلة الباي. أنا لا أستخدم الكثير من الأوزان في هذا التمرين. أنا أركز بشدة على عضلة الباي. سوف أقوم بعمل 3 مجموعات في كل مجموعة من 25 إلى 12 تكرار. هذا هو التمرين الأخير في تمرين الباي. هذا التمرين مهم جدا، فهو نفس وضعية العضلة ذات الرأسين المزدوج على المسرح. عندما أقوم بهذا التمرين أستخدم الوزن الذي أستطيع القيام به بسهولة. عندما تقوم بأداء هذا التمرين بالشكل الصحيح سوف تلاحظ عيوب عضلة الباي. لقد انتهيت من تمرين الباي. سوف أتوجه إلى تمرين التراي، نقطة ضعفي. برغم حجمي الكبير لكن التراي كانت أحد نقاط ضعفي.
سوف أبدأ تمرين التراي بهذا التمرين. سوف أقوم بعمل 4 مجموعات. عندما أقوم بعمل هذا التمرين أشعر بألم في مرفقي، ولكن هذه مشكلة يعاني منها الكثير من لاعبي كمال الأجسام. عند ضخ الدم أثناء التمرين تبدو التراي جيدة، ولكني حاولت ومارست العديد من الأساليب المختلفة ولن تنمو. لقد حاولت خفض الوزن لأسابيع، ولكن فقدت بعض الحجم من ذراعي، لذلك عدت مرة أخرى للتمرين بوزن ثقيل، فهذا أفضل بالنسبة لي. أنا أحاول دائما أن أتمرن بكل قوة وأعطي كل مجموعة حقها. أنا هنا لكي أعمل بكل جدية. سوف أقوم بعمل التمرين الثاني لعضلة التراي. في المجموعة الأولى والثانية لا أستخدم وزن ثقيل، أركز فقط على ضخ الدم. في آخر مجموعتين سوف أستخدم وزن ثقيل جدا. أعلم أن هذا الأسلوب عند البعض غير صحيح، ولكن هو مناسب لي ويعطي لي نتائج جيدة. بالنسبة ليوم الظهر أفضل تمرين السحب من الأعلى وأبدأ به، فهو بالنسبة لي من أفضل تمارين الظهر التي تركز على التفاصيل، خاصة أعلى الظهر. أبدأ في هذا التمرين بوزن منخفض، وفي كل مجموعة أقوم بزيادة الوزن. عندما أقوم بعمل هذا التمرين لا أهتم بعدد التكرار، والأهم هو ما أشعر به أثناء التمرين. من المهم أن يكون لي شريك في التمرين سوف يقدم لي الدعم والحافز، خاصة عندما أقوم برفع الأوزان الثقيلة. التمرين الثاني بالنسبة لي لعضلات الظهر هو التمرين بالدمبل بهذه الوضعية. هذه الوضعية تجعل كل التركيز على عضلات ظهرك، فهي مفضلة بالنسبة لي. في هذا التمرين سوف أقوم برفع الوزن. سوف أتمرن بدمبل 80 كيلو. أنا متأكد أن هناك من 3 إلى 4 صالات فقط لديها دمبل بوزن 80 كيلو. عندما يسألنا الكثير من الناس عن حافزي في كمال الأجسام، أنا ليس لدي قدوة. من المهم بالنسبة لي أن أكون من أفضل لاعبين كمال الأجسام في العالم. أعلم أنني لست جيد بما فيه الكفاية لكي أحصل على لقب مستر أولمبيا، ولكن الهدف أن أقدم عرض جيد لكل معجبيني. التمرين الثالث والأخير هو تمرين السحب الأرضي. هذا التمرين مثالي للظهر من الأعلى ومن الأسفل. أستخدم أوزان ثقيلة جدا في هذا التمرين. التنفس صعب جدا في هذا التمرين. عندما تستخدم الأوزان الثقيلة تحتاج عضلاتك إلى الأكسجين في الدم. يسألني الكثير لماذا تستخدم هذه الأشرطة. تساعدني هذه الأشرطة على الحصول على قبضة جيدة. عندما أستخدم الأوزان الثقيلة فبالتالي أستطيع التركيز بكل قوة على عضلات الظهر. هذه أثقل مجموعة بالنسبة لي، وأحتاج الدعم من شريكي حتى أستطيع رفعها. أحب جدا يوم الكتف. أنا متأكد أنني من أحد لاعبي كمال الأجسام المحترفين الذين يمتلكوا لأكبر عضلات كتف في تاريخ كمال الأجسام. سوف أقوم بالتمرين الأول للكتف. في هذا التمرين سوف أقوم بزيادة الوزن في كل مجموعة أقوم بها. أنا أقوم بالتنفس بكل قوة قبل الدخول إلى المجموعة. التنفس بكل قوة يساعد على ضخ المزيد من الدماء إلى العضلات. أنا ضخم جدا بالنسبة لشريكتي، وأعلم جيدا أني واحد من أضخم لاعبين كمال الأجسام في العالم وأقواهم. التمرين الثاني للكتف هو تمرين الكتف الخلفي على المقعد. عندما تقوم بهذا التمرين بهذه الوضعية أنت تركز بكل قوة على الكتف الخلفي. استخدم دائما الوزن المناسب لك. تمرين الرفرفة الجانبي هو من أفضل تمارين الكتف. إذا أردت أن تحصل على ضخامة في عضلات الكتف تمرن هذا التمرين، ولكن بصورة صحيحة. أنا أقوم بمجهود عالي جدا خلال التمرين. أنا أسعى أن أكون الأفضل، فعندما تكون محترف فيجب عليك أن تتمرن بكل قوة حتى تستطيع المنافسة بين العمالقة. في هذا التمرين أنا لا أستخدم الأوزان الثقيلة، أستخدم وزن خفيف وأركز فقط على الحصول على مضخة مثالية في الكتف بالكامل. هذا الذي يجب أن تقوم به عندما تتمرن هذا التمرين. التمرين الأخير للكتف هو تمرين الترابيز بالدمبل. أتمرن هذا التمرين 3 مرات في الأسبوع. أقوم بعمل 10 إلى 20 تكرار في كل مجموعة، وأزيد الوزن في كل مرة. أنا أتمرن بكل قوة، أستمتع وأنا داخل الجيم، أستنزف عضلاتي. أحب القتال مع نفسي كل يوم. أحب أن أبقى في المنزل والتحدث مع صديقي، وأن أشاهد مباراة كرة القدم واللعب مع طيوري. هذا أمر مهم بالنسبة لي، فهو يمدني بالقوة والحافز والقيام بعمل جيد كل يوم في الجيم. اليوم سوف أقوم بتمرين عضلات الأرجل. سوف أبدأ بالتمرين الأول وهو تمرين الدفع الأمامي. سوف أبدأ بمجموعة الإحماء. سوف أضع يدي على ساقي فقط من أجل الأمان وليس من أجل المساعدة. عندما كنت هاوي في ألمانيا كان لدي أفضل عضلات أرجل في البلد كلها. منذ عامين تقريبا كنت لا أستطيع أداء المزيد من تمرين الأسكوات. كانت رقبتي وأكتافي حجمهم كبير جدا. كنت أواجه صعوبة في حمل البار.
سوف أقوم هنا بالنزول بالكامل. أريد أن أضغط على عضلة الأرجل بكل قوة. أنا أقوم بالتنفس بكل قوة بين مجموعة والأخرى. سوف أقوم بإضافة المزيد من الأوزان. أنا أعرف جيدا أن ساقي كبيرة، ولكن أنا أحتاج إلى بعض التفاصيل مثل جي كاتلر. في عام 2001 في عرض مستر أولمبيا كان لدي بعض المشاكل الكبيرة في زر بطني، لذلك كلما قمت بمجموعة ثقيلة أرتدي حزام، وبعد كل مجموعة أتحقق من زر بطني هل ما زال موجود أم سوف يخرج. أعتقد أن هذا هو أحد الأسباب التي جعلتني بشكل سيء في عام 2001، لأن هذا الشكل يبدو غبيا على المسرح. هذه هي أثقل مجموعة سوف أقوم بها. سوف أقوم بدفع 950 كيلو بكل قوة وأستنزف كل طاقتي. عندما أكون خارج المنافسة أستطيع رفع أكثر من ذلك، ولكن مع اقتراب المنافسة لا أبالغ حتى لا أعرض نفسي إلى الإصابة. التمرين الثاني لعضلات الأرجل، وهو تمرين القرفصاء الأمامي. رأيت رونو كولمان في أحد الفيديوهات وهو يقوم بهذا التمرين. عندما أقوم بهذا التمرين أنا لا أصعد للأعلى بشكل كامل، ولا أحتاج إلى رفع الأوزان الثقيلة. سوف أركز فقط على ضخ الدم، وسوف أقوم بعمل 25 تكرار إلى 10 تكرارات. هذا هو آخر تمرين للأرجل الأمامية. سوف أتمرن بوزن خفيف وبتركيز شديد جدا. هذا الأسلوب يساعد على ضخ المزيد من الدم. كل أسبوعين أقوم بتغيير هذا التمرين وأجعله بوزن ثقيل جدا وبنفس الطريقة. التمرين الأخير وهو تمرين الأرجل الخلفية. سوف أقوم باستنزاف كل ما لدي من طاقة وقوة. أنا أتنفس بكل قوة من شدة التمرين. هكذا يكون تمرين الوحوش.